بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدين ومتابعين برنامج عيون الحدث في كل مكان، صباح الخير على حضرات. السكر وتأثيره المدمر على العين، مرض السكر وتأثيره المدمر على العين. هنستعرض مع حضراتكم تأثير مرض السكر على العين من أولها لآخرها وكيفية علاجه. أكيد أنا بذكركم باستقبال مشاركاتكم على الهواء في آخر الحلقة إن شاء الله. هجاوب على استفسارات حضراتكم عن طريق الرقم اللي بيظهر على الشاشة في آخر الحلقة زي ما عودتكم. هنستضيف أحد الأساتذة الكبار جدا، في الأساتذة الدوليين المصريين في مجال جراحات العيون زي ما عودتكم قبل كده. معانا النهارده الأستاذ الدكتور عمر الظواهري، أستاذ طب وجراحة العيون والمتخصص في جراحات الشبكية بكلية الطب جامعة القاهرة. وحابب ان انا قبل ما نخش في موضوع السكر ابدا مع حضراتكم بالكلام عن بعض الاحداث الدوليه الكبيره. الحدث الابرز الايام دي هو فوز المنتخب الارجنتيني في كاس العالم التانجو على منتخب فرنسا بطل العالم سابقا، في مباراه كانت تليق بنهائي اعظم بطوله كاس عالم في التاريخ بشهاده انفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، ويشيد بالتنظيم الرائع والمشرف لدوله قطر الشقيقه، وتأكيد انفانتينو على ان العرب قادرين على الابداع والتميز. وطبعا حضراتكم شايفين الصور وشايفين امير قطر وهو بيسلم الكاس لميسي. وكمان حدث دولي اخر مهم جدا احب برضه اتكلم عنه في امريكا، المؤتمر الدولي الكبير اللي حضره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قمه افريقيا المنعقده في الولايات المتحده الامريكيه، والتي تعكس الاهتمام الدولي المتزايد تجاه القاره الافريقيه، وخصوصا دوله مصر بوابه افريقيا، والتي تمتلك امكانيات كامنه كبيره جدا على مستوى الموارد والمواد الاوليه والطاقه البشريه، اظهرت الحاجه لاهميه تنميتها واستغلالها. فده برضه كان حدث دولي كبير جدا جدا، وانا احب ان انا حقيقة اذكر اطباء العيون بافريقيا. كتير من الدكاتره على فكره المصريين بيروحوا يشتغلوا في افريقيا، بيعملوا قوافل وبيعملوا مراكز طبيه، ودي حاجه حلوه جدا جدا ان انت دايما فكر خارج الصندوق. الدنيا واسعه، فليا رجل حلوه في مصر، وكمان ممكن يبقى ليا كمان رجل في افريقيا وفي الدول العربيه. نخش في موضوعنا النهارده. السكر مرض يعتبر مرتبط بالهرمونات. هرمون الانسولين بيكون فيه مشكله، يا اما في افرازه من البنكرياس، خلايا البي سيلز او البيتا سيلز، او استجابه خلايا الجسم للانسولين وانها ما بتستجبش. وبالتالي بقى عندنا نوعين، حاجه اسمها تايب 1 النوع الاول، والنوع الثاني. النوع الاول بيجي للشباب الصغيرين في السن، وده بيكون فيه عجز في افراز الانسولين. النوع الثاني بيجي للكبار بعد 40 سنه، وده بنسميه النوع الثاني، وده نتيجه ان الجسم بدا ما يستجبش للتعامل مع الانسولين. فدول نوعين. خلاص. النصائح اللي احنا بننصح بيها الناس مهم جدا، لان الموضوع ده فيه ثغره، في فجوه كبيره في الموضوع ده، وكثير من المشاكل لو الموضوع ده فهمناه. انا بوجه الكلام ده للمجتمع ولمرضى السكر، ومش بس مرضى السكر، وكل من يتعامل في الرعاية الصحية، سواء أطباء عيون، سواء أطباء التحليل وفنيين التحليل وفنيين العيون، وكمان أطباء الباطنة وأطباء الأطفال. كل دول استسمحكم ركزوا في كلامي لأنكم هتستفيدوا منه. مريض السكر ده بيلف بينا كلنا، كلنا دور علينا، كلنا علينا واجب، وهو ليه حق علينا مريض السكر. النقطة دي فيها ثغرة الحقيقة، كلنا اعتقد متفقين في الرأي ان في ثغرة في التعامل مع مرض السكر. مرض مزمن، يجب أن يكون هناك إدارة لهذا المرض المزمن، وبداية هذه الإدارة أن يكون عندي إدارة معلومات انفورميشن مانجمنت. لازم يكون عندي معلومات المريض. لسه في بلادنا شوية البرنامج زي دول العالم في الكترونيك ميديكال ريكورد، ملفات صحية إلكترونية في كل مكان، والعيان لو راح البطنة، لو راح الأطفال، لو راح العيون، هتلاقي ملف إلكتروني موجود في المستشفيات. دي إن شاء الله الخطوة القادمة، لكن حتى تاريخه يجب أن المريض يكون له ملف، وانا كمان كطبيب اعمل له ملف دوسيه فيه كل معلوماته، وكل ما يعمل تحليل المريض يكون معاه نسخه منه. المريض وهو جاي عندي لازم يوريني الملف بتاعه، ملف فيه كل المعلومات الخاصه بالتحاليل بتاعته والادويه اللي بياخدها واي روشته هو بيتعامل معاها.
لما ننصح مريض السكر انه رقم واحد يبقى له ملف لحالته الصحيه، رقم اتنين ان هو كل 3 شهور يعمل كشف تحليل السكر التراكمي، وكل 6 شهور يعمل كشف على قاع عينه او كل سنه. مريض السكر لازم يبقى عارف ان الضبط الدقيق للسكر والمؤشر بتاع هذا الضبط هو التحليل السكر التراكمي اللي لازم اعمله كل 3 شهور، ولازم ان هو ما يزيدش عن 6، ما يزيدش عن 6، ولازم لو في ضغط لازم اظبطه، ولو في مشاكل في الكلى لازم اظبطها، ولو في انيميا لازم اظبطها. ولكل المتابعين من اطباء العيون الشباب وغيره وغيره انا بذكركم بالكتاب ده، لو سمحتوا ذاكروه كويس قوي. الكتاب ده هو يعتبر القسم او الجزء الخاص بالشبكيه والجسم الزجاجي من السلسله الذهبيه بتاع الاكاديميه الامريكيه للعيون. تقدروا تشتروها من مكتبات القصر العيني بتراب الفلوس، بتذاكروا فيها كل الترايلز الدوليه ومقررات هذه الترايلز الدوليه، عشان الكلام ده هو اللي بيشكل مخنا، وهو اللي بيشكل لما انا يبقى عندي مريض انا اقول له ايه. يعني لو المريض سالني التراكم بتاعي يا دكتور 8، اقول له كويس؟ لا مش كويس. الدراسات الدوليه هنا في دراستين دوليتين مهمين جدا جدا، يعني كان انا جايب الكتاب ده عشان تذكره لحضراتكم. في دراسه امريكيه اسمها دايابيتس كنترول اند كومبليكيشنز ترايل، اللي هو التحكم واداره المرض السكر واداره مضاعفاته. دي دراسه دوليه كبيره جدا لها مقررات هذه الدراسه بتقول ان انتنسيف كنترول، الضبط الدقيق للسكر. كن قاسي على نفسي مريض السكر، والدكتور يبقى قاسي على المريض، يشدد معاه التراكم بتاعك كام. الضبط الدقيق للسكر. ودراسه ثانيه انجليزيه اسمها يونايتد كينجدوم بروسبكتيف دايابيتس ستادي، دراسه انجليزيه ودراسه امريكيه، الاثنين متفقين مع بعض في ان انا كل ما اكون دقيق مشاكل السكر ما تجيش. مش السكر بس، الكلى، النيفروباثي، الاعصاب، النيوروباثي والريتينوباثي، كل هذه المشاكل ما تجيش اصلا لو المريض منضبط. ولو هتحصل المشاكل تتاخر، والمشاكل دي ليها شده. شايفين احنا الصور دي معانا قاع العين، لان السكر ممكن اي لخبطه في مستواه تاثر على العين من اولها لاخرها. يأثر على القرنيه، ممكن يأثر على عدسه العين، وممكن يجيب ميه زرقاء، ويأثر على العصب البصري. وشايفين حضراتكم في الصوره جهاز الابصار كله، الشبكيه والعصب الابصاري اللي هو بيوصل الابصار زي الكابل اللي شايفينه في الصوره، يوصل الابصار من العين الى المخ. عصب الابصار ممكن يتأثر، وممكن يعمل تليفات في الشبكيه، وممكن يعمل انفصال في الشبكيه. طبعا احنا معانا الاستاذ الدكتور عمر هيكلمنا عن كل هذه التفاصيل. ده التمييز اللوحي لما يحصل قطع في الشبكيه والشبكيه تنفصل. كل هذه المشاكل للعين من اولها لاخرها، المشاكل دي كلها لا تحدث لو من الاول عملنا انتنسيف، يعني قوي عنيف، ضبط عنيف. يعني يفرق معايا ان السكر يبقى 6، التراكمي يبقى 6، ما يبقاش 6.5. يفرق معايا ما يبقى 5.5، ما يبقاش 6. معلش نقول يا دكتور هو حلو برضه، هو 8، احنا كنا 10. ده كلام فاضي. الطبيب لا يسمح للمريض بذلك. لازم اضبط بدقه السكر، واضبط الضغط، واضبط الانيميا والدهون. ضبط هذه الامور كهذه الدراسات الدوليه اللي هي الترايلز الدوليه اثبت ان دي اهم وقايه، والوقايه خير من العلاج. انا ما استناش لما مريض السكر يجي لي والزمام بتاع المرض فالت ويجريني وراه وعامل له مشاكل مش قادر اعمل لها ايه. لا، من الاول اللي عنده السكر يفهم هذا الكلام. والكتاب ده والكتب الدوليه دي كلها بتوضح لنا كمان اقول للمريض يجي كل قد ايه. يعني يفرق معايا النوع الاولاني من النوع الثاني، معدل الزيارات اللي انا هنصحه بيه. مثلا مريض السكر تايب 1، اول ما اعرف ان جاله السكر تايب 1 يبقى انا مش متوقع يحصل له مشاكل في الشبكيه قبل 5 سنين. لكن تايب 2 اول ما اشوفه لازم اقرر له فحص قاعين. وعلى مستوى كمان تكرار الزيارات بيتوقف على حسب المشاكل الموجوده. ومشاكل الشبكيه لها درجات، كل درجه من دول وحدوث ارتشاح في الشبكيه مع عبث السكري اقرر له حاجه. كل ده كلام هنا تفاصيله العلميه الدقيقه موجوده هنا. يا دكاتره يا شباب لو سمحتوا ذاكروا الكتب دي، لازم كل واحد يقتنيها، موجوده في مكتبات القصر العيني وفي مكتبات عين شمس وغيره وغيره، وتقدروا تجيبوها من على الانترنت. اتعلموا كويس واعتمدوا على مصادر قويه جدا جدا عشان قرارك وانت بتقول للمريض يبقى ايه، يبقى الكلام واضح وصريح. اعتقد ان احنا هنطلع فاصل بسيط ونستضيف الاستاذ الدكتور عمر. قبل ما نطلع هذا الفاصل برضو بعض المعلومات اذكر حضراتكم بيها الساده المشاهدين، ان لازم تعرف ان السكر مرض
السكر بيفسد الدم. الدم في الانسان السليم دم ليه وظيفه، بيجري في جسمك، القلب يضخ الدم، الدم يجري يطلع فوق وينزل تحت، الدم يجي عند الرئه يشيل الاكسجين، يروح عند الامعاء يشيل الجلوكوز، ويجري الدم يوصل الجلوكوز والاكسجين لخلايا مخك، خلايا عينك، خلايا قلبك، خلايا الكلى، خلايا الكبد، خلايا العضلات، لكل حاجه. وبيجري بسرعه معينه، زي عربيه لازم تجري بسرعه قد كده، ولازم يكون سائل زي الميه. الدم السليم كانه ميه. لما بيحصل السكر والسكر بيعلى في الدم، قوام السكر بيبقى قوام الدم بيبقى لزج زي العسل. خلايا الدم الحمراء بتبقى ناشفه، الجدار بتاعها ناشف مش طري مرن. خلايا الدم الحمراء السليمه مرنه، جسمها مرن جدا، تتطبق وتتفرد وتنتني وتعدي في الشعيرات الدمويه الدقيقه جدا بكل مرونه وكفاءه. تبدا تلزق في بعضها ويحصل جلطات. الشعيرات الدمويه تبدا هي كمان تلزق في بعضها. الدم كله يبقى زي العسل، كأن عسل بيجري في المواسير، يبقى بطيء، سرعته تبقى بطيئه. الدم ما يقدرش يوصل في مواعيده للأنسجة عشان يغذيها بالجلوكوز ويغذيها بالأكسجين. الأنسجة تعاني من ضعف الأكسجين، كل الأنسجة في جسمك الأكسجين ما بيوصلهاش، مش عارفة تتنفس، تبدا تحصل مشاكل. الدم مش بس بيوصل الجلوكوز والاكسجين، ده الدم بيشيل العادم، لان في عادم، في صرف صحي، في زباله، في فضلات للخلايا. الدم ياخد كل الميتابولايتس دي كلها ويوديها عند الكبد عشان الكبد يكسر الفضلات، مصنع يكسر القمامه والفضلات، ويروح عند الكلى عشان يطلع منها البولينه، السميات دي كلها تطلع معانا في البول. كل ده بيضطرب، الزباله تتراكم في الانسجه والميتابولايت، يبدا الانسان يعاني وتبدا الامراض تيجي بسبب ان الدم اصبح دم فاسد مريض. لما السكر بيعلى، في ايديك يا انسان انك انت ما تجيلكش هذه الامراض، لا في العين ولا في المخ ولا في الكلى ولا في الكبد ولا في اي حاجه خالص، مع ضبط هذا السكر. السكر يمثل خطوره كبيره، لازم تخاف منه، من خاف سلم. انا بنصح مريض السكر انه لازم يخاف. ما تقولش لا انا ما فيش حاجه بتوجعني، وتلخبط وتاكل شوكولاته حلويات وتاكل كنافه وتحط سكر كل شويه على الشاي، وكل شويه شاي وسكر، وكل شويه عصير وشربات وقصب. ما ينفعش الكلام ده، لازم تخاف، ومن خاف سلم، والوقايه خير من العلاج. لازم تعرف ان السكر ممكن يرفع ضغط العين، يجيب ميه زرقاء، هو ريسك فاكتور، عامل خطوره. لازم تعرف انه ممكن يزود ان يجي الانسان ميه بيضاء، الانسان اللي بيلخبط في السكر. لازم تعرف ان السكر ممكن ياثر على جهاز المناعه، غير تاثيره على كل العين، وممكن يسحب النظر، وممكن الانسان يصاب بعمى والعياذ بالله. دي رساله وتنبيه وتحذير اوجهها لحضراتكم جميعا. هنطلع فاصل بسيط، وبعد كده نستضيف الاستاذ الدكتور عمر الظاهري. هديتي ليكم النهارده الاستاذ الكبير ده، انكم تسمعوه وتسمعوا كلامه ويديكم النصايح، علشان يكلمنا عن كل مشاكل السكر على قاع العين، الارتشاح اللي على المقوله، ويكلمنا على على حاجات كتير. فاصل ونرجع لكم تاني.